حد عايز يطلع ترند، فعارف البنات بتدور على ايه؟ بتدور على التفتيح. الناس ما بقتش عارفه تصدق مين وما تصدقش مين، وربنا يسامحكم عشان انتوا عمالين تقولوا في اسماء ادويه واسماء مراهم واسماء كريمات ممكن تضروا بيها حد، والناس يا عيني مش فاهمه فبتمشي ورا الكلام اللي انتوا بتقولوه. ممكن يكونوا صيادله هم اللي بيعملوا الفيديوز دي، او حد عايز يطلع ترند، فعارف البنات بتدور على ايه؟ بتدور على التفتيح. فيدوهم كريم تفتيح فيه هيدروكينون مثلا، ممكن يسبب لها هايبوبيجمنتيشن او البقع البيضاء زي البهاق كده بالظبط، ما يبقاش يعني عندها اي حاجه وهي اللي تضر نفسها، لان الكريمات اللي فيها الهيدروكينون والتريتينوين لازم يستخدموا تحت الاشراف. طيب البنوته دي عايزه تستخدم اكراتين، بقالها فتره كل شويه تكتب لي كومنتس انا عايزه استخدم الاكراتين، انا عندي حبوب. بصي طبعا الناس كلها بتسمع ان الاكراتين ده بيعمل اللي ما حصلش، ما ينفعش تستخدميه كده وخلاص. ماده التريتينوين اللي هي حمض الريتينويك اسيد، ده احد مشتقات فيتامين الف اللي بيشتغل فعلا على الحبوب واللي بيشتغل فعلا على التجاعيد وخطوط البشره، لكن ليه طريقه استخدام، والاكراتين ده اعلى حاجه فيها بالنسبه للكريمات مش بالنسبه للاحماض. فعشان اديكي الاكراتين وانا مش عارفه السيفيريتي بتاعت الاكني اللي عندك او المشكله اللي عندك من غير ما اشوف بعيني، ابقى انا كده بضرك، لانك لو استخدمتيه بطريقه غلط هيعمل لك ترقق لحاجز البشره، ولا اي اخصائي تجميل هيعرف يعمل لك حاجه، ولا اي دكتور جلديه بعديها هيعرف يعمل لك حاجه. مش هيعمل لك حاجه غير انه يرجع يقوي لك حاجز البشره مره تانية، لانه ولا ديرمابان هتنفع معاكي، ولا تقشير هينفع معاكي، حتى الهيدرافيشل مش هينفع معاكي. هيرقق حاجز البشره، هيبقى عامل زي ورقه السيجاره بالظبط، خفيف جدا، ما ينفعش حتى تحطي فيه اي حاجه. يعني دايما لما حتى بيجي لي كلاينت للكلينيك انا بقول لها ابعتي لي صوره المشكله، صوري مثلا منطقه التشيك الخد وقصي بقيه الحاجه كلها. لازم اشوف الحبوب بعيني واشوف حاجز البشره بعيني علشان خاطر اقدر احدد ده، وكمان مش بس عشان شفت بعيني، لازم بناخد هيستوري معين عشان يبقى فيه دايجنوز الصح، لان التشخيص ده اول حاجه في بدايه علاجك. اي حد بيقول لك كلام غير ده براحتك، عايزه تصدقيه كملي، بس هتلاقي نفسك انت اللي في النهايه اتضريتي. الاكراتين والادابالين والماربلين احد مشتقات التريتينوين اللي بيتوصفوا حسب السيفيريتي بتاعت الاكني، والكلام ده يقولك اي حد بتاع ديرماتولوجي فاهم كويس جدا، وبتاع كوزماتولوجي فاهم كويس جدا. غير كده انا الصراحه لا برشح ولا بنصح ولا ينفع اقوله لحد يستخدمه كده عشوائي.